كم يبلغ عدد أفراد الجيش اليمني حاليا من مختلف المكونات العسكرية؟ عدد أفراد الجيش اليمني حاليا ما يقارب 400 ألف مقاتل حسب تصريح وزير الدفاع اليمني. رقم 8 قوات دفاع شبوة اللي تصل قواتها لأكثر من 10 ألف مقاتل، تم تأسيسها في عام 2016 وتنتشر في محافظة شبوة. ورقم 7 قوات النخبة الحضرمية اللي تتكون من أكثر من 15 ألف مقاتل، تم تأسيسها في عام 2015 وتنتشر في ساحل محافظة حضرموت. وبعدها قوات الأمن الوطني الحزام الأمني سابقا، تصل قواتها تقريبا 45 ألف مقاتل بين قوات الأمن الوطني وقوات الدعم والإسناد، تم تأسيسها في عام 2016 وتنتشر في عدن وأبين والضالع ولحج. وبعدها قوات المقاومة الوطنية حراس الجمهورية، تتكون من أكثر من 25 ألف مقاتل، تم تأسيسها في عام 2017 وتنتشر في مدينة المخا والساحل الغربي. ورقم 4 قوات الطوارئ اليمنية اللي تصل قواتها أكثر من 30 ألف مقاتل، تم تأسيسها في عام 2022 وتنتشر في مارب وحضرموت والحدود الشمالية لليمن. ورقم 3 قوات العمالقة الجنوبية اللي تضم ما يقارب 30 ألف مقاتل، تم تأسيسها في عام 2015 وتنتشر في الساحل الغربي وعدن وبعض المناطق الأخرى مثل شبوة وبعض المناطق من مارب. ورقم 2 قوات درع الوطن اللي تتكون من أكثر من 45 ألف مقاتل، تم تأسيسها في عام 2023 وتنتشر في عدن ولحج وأبين وأيضا في حضرموت والمهرة. وأخيرا قوات الجيش الوطني اللي تصل قواتها ما يقارب 200 ألف مقاتل بين جيش رسمي ومقاومة وطنية تحت ظل وزارة الدفاع، وتنتشر في مارب وحضرموت والمهرة وبعض المناطق الأخرى. وأخيرا إذا كنت أحد منتسبين هذه القوات اكتب لنا في التعليقات.